السلام عليكم. لو في حد عندكم في البيت مش بيحب السبانخ، جربوا الطريقة دي بجد وهتدمنوها. جديدة جدا وجوسي وطعمها خطير، وطعم السبانخ كمان مش باين فيها قوي للي مش بيحب نكهة السبانخ. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا وصفاتي، واعملوا سيف للوصفة عشان هتحتاجوها انا متأكدة. للي ما يعرفش، اي ورقيات خضراء لما بننقعها في الميه بتصحصح كده، والفروع بتاعتها بتشد وبتقف اكنك لسه شايلها من الارض بتاعها. فنقعت السبانخ شويه في الميه حوالي 10 دقايق ربع ساعه تصحصح، وكمان تنزل كل التراب اللي فيها وتتغسل كويس. صفيتها بقى من الميه وغسلتها بقى تحت الميه الجاريه كده شويه، وبعد كده هشيل بقى العروق بتاعتها من تحت عشان مش هنحتاجها. بالشكل ده كده قطعتها بقى بشكل عشوائي، قطعوها بالشكل اللي انتوا عايزينه، قطع صغيرة قطع كبيرة، زي ما انتوا عايزين. انا قطعتها بالشكل ده كده عشان تبقى الورق بتاعتها واضح شوية في الاكل، متبقاش مفرومة قوي. هشيلها بقى اركنها على جنب، وهجهز بقية المكونات. هجيب طاسة ويكون الحواف بتاعتها عالية شوية عشان لما اجي احط فيها السبانخ تاخدها وما تبقاش طالعة لبره. حطيت فيها معلقتين كبار من الزبدة، واول ما تسيح معايا كده هكون فرمه 3 فصوص او 4 فصوص ثوم، فرماهم ناعم وهنزلهم عليها. هقلب الثوم كويس مع الزبده لحد اما الثوم بس تبدا ريحته تطلع. احنا مش عايزينه ياخد لون، لا لون ذهبي ولا اي لون خالص، هو بس ريحته تطلع. هروح نازله بربع كوبايه من الدقيق. كل ده طبعا على النار. هقلب الدقيق لحد ما يمتزج بالزبده ويبقى بالشكل ده كده. وهحتاج بقى كوبايه ونص من الحليب، بالمصري اللبن. وهفضل اقلب كويس لحد اما القوام بتاعي هيبقى زي البشاميل. هي بشاميل بس بطريقة كده مختلفة. انا شفت شيف اجنبي بيعملها وجربتها وراه. عايزين تعملوا البشاميل بطريقتكم اعملوا البشاميل بطريقتكم. اخدت كوبايه حوالي نص كوبايه من الكريمه الطبخ، وقلبت كله مع بعضه لحد ما القوام بتاعي تقل شويه. احط التوابل عباره عن ملح وفلفل اسود وشويه من البابريكا، ولو بتحبوها حراقه ممكن تحطوا بدل البابريكا شطه مطحونه. هنقلب ده كله مع بعضه وهنبدأ بقى ننزل السبانخ حبة حبة. طبعا السبانخ بتبقى هايشة في الأول وكتيرة كده، وأول ما بتتعرض للحرارة مع التقليب بتهبط خالص وتبقى حبة صغيرين. فبقيت كل ما اهبط شوية احط حبة تانيين، اهبط شوية واحط حبة تانيين. سبتها على النار حوالي بس 5 دقايق ان هما ياخدوا من بعض كده في الطعم. وبعد كده حطيتها في قالب، وولعت الشواية بتاعة الفرن عشان تسخن شوية. بس كده هي خلاص جهزت معايا. بس هنحط على الوش جبنة موتزاريلا، ولو عندك جبنة بارميجان في الوصفة الأصلية فيها بارميجان بس أنا ما كانش عندي، تقدري تحطي بارميجان معاها وتقلبيها الأول وبعد كده تحطي الموتزاريلا على الوش، بس أنا اكتفيت بالموتزاريلا بس. هندخلها تحت الشواية، وخلي بالكم بتتحمر بسرعة، يعني مش هتاخد دقيقتين ل3 دقايق خالص في الفرن. خليك واقفة قدامها. اخدت اللون بقى وطلعتها. ريحتها تجنن. طبعا انا مش هقدر اوصف لكم طبعا ريحه البشاميل اصلا بتخش الفرن تبقى عامله ازاي، مع السبانخ ريحتها رهيبه. الطعم بقى بصراحه فاجئني، انا اول مره اجربها بس طعمها طلعت خطيره. عندي الولاد ما مش بياكلوا السبانخ ودقوها وعجبتهم جدا وقالوا تعملنا السبانخ على طول بالطريقه دي. عملت جنبها رز، وعملت جنبها صدور فراخ بتتبيلة الفاهيتا المكسيكي. وكمان جربتها بالعيش، طعمها خطيرة بالعيش. يعني طعمها جميلة بالعيش وطعمها جميلة بالرز. تقدروا تعملوها بالطريقتين. جربوها، انا متأكدة انها تعجبكم. اعملوا سيف للوصفة عشان هتحتاجوها، وشير كتير بقى علشان الكل يشوفها. لو شفتوا الفيديو للآخر شكرا لكم انتوا وصلتوا لحد هنا، وما تنسوش تحطوا لي لايك.